تعال اقول لك على حاجه يلي بتهاجم وبتحط كومنتات سلبيه عشان ما تشغلش بالك بالناس وتركز في حياتك. معظم التحولات اللي انت بتشوفها دي كل واحد كان له ظروف مختلفه عن الشخص التاني، فطبيعي ان كل تحول يكون مختلف عن الشخص التاني. دي حاجه. الحاجه التانيه، بفضل الله سبحانه وتعالى ساعدت ناس تغير حياتها، ساعدت ناس بتشرب مخدرات ان هي تبعد عن المخدرات تماما وتطور من صحتها وتعمل فورمه. ساعدت ناس كانت بتعاني من النحافه ووصلتها لاهدافها. ساعدت ناس كان ظروفها صعبه جدا ان هي توصل لفورمه كويسه ومحترمه وتحسن صحتها باقل الامكانيات، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى قبل اي شيء. ساعدت ناس ما كانتش تقدر ان هي تصلي او تطلع سلم او الكلام ده، بفضل الله سبحانه وتعالى الناس دي كلها دلوقتي بتصلي، بتطلع السلم، تنزل على السلم، بتعمل مهام ما كانتش بتعملها في الطبيعي. الناس دي اعمارها كبيره مش صغيره، بكلمك بقى من خمسينات وانت طالع. فانت لما تحط لي كومنت سلبي من ورا شاشه موبايل ده مش هيعطلني على اللي انا بعمله. انا وجودي على السوشيال ميديا لمساعده الناس. ممكن في ناس ما بيعجبهاش طريقتي، في ناس بتشوف ان انا مغرور، في ناس بتشوف مش عارف ايه. شوف زي ما تشوف، انا ما بشغلنيش كلام حد. انت ليك بالخدمه اللي انت بتحصل عليها في حاله ان انت مشترك في اي خدمه، والناس اللي بتشترك معايا كلها بيكونوا فاهمين ان انا مغرور. لما بيتعاملوا معايا بيعرفوا ان الموضوع عادي جدا ولا في اي غرور ولا حاجه. ولكن طبعا طبيعي جدا ان انت تتقبل شخص ما تتقبلش شخص تاني، هي اذواق او راحه نفسيه عموما، فكل واحد حر في اختياراته. المهم ركز في حياتك، لان الكومنت السلبي مش هيعطلني، وفي الاخر هعمل اللي انا عايز اعمله وهوصل اللي انا عايز اوصل له بفضل الله سبحانه وتعالى، لان ربنا عمره ما خذلني. سلام.